طيبة، وإلى كل الأصهار والأنساب والأنجال والأشقاء وجميع السادة والأسر العائلات المرتبطة بصلاتهم. رب أسأل أن يجعلهم جميعا خير خلف لخير سلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد جاءنا برقية عزاء من الرجل الواجب في كل مكان وكل زمان، الأستاذ أحمد العيدي رئيس مجلس مدينة التل الكبير، والأستاذ حسني عيسى، الذين جاءوا يقدموا برقية عزاء إلى أبناء الحاج أحمد أبو رحيل أصحاب الأدب والواجب في كل مكان وكل زمان. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وشكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم، وغفر الله لي ولكم، والبقاء والدوام لله. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، اظهر الحق بالحق فاتم نوره، وجعل كيد الكافرين في دباب. انزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب، ارسل الرياح بشرا بين يدى رحمته واجرى السحاب، جعل الليل والنهار خلفة فتذكروا اولو الالباب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجمال نعمائه، ونعوذ برحمته من المؤاخذة والعقاب. واصلي واسلم على سيدنا محمد صاحب الوجه الانور والجنين الازهر، فوارض اللهم عن صحابة سيدنا رسول الله. فرضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا ابي بكر الصديق الذي عشق من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث: النظر الى رسول الله، وكثرة انفاق ماله على رسول الله، ولذة جلوسه كي يتعلم من علم رسول الله. فرضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، وعن سيدنا عثمان بن عفان الصحابي الحيي الذي تستحي منه الملائكة، وعن سيدنا علي بن ابي طالب سفينة العلم المتحركة، وعن سيدنا بلال بن رباح التي من شدة ادبه وتواضعه لما سئل: يا بلال ابن من انت؟ قال: انا ابن من اسجد الله له الملائكة. ايها الجمع الطيب الكريم، هيا بنا لنستأنف اللقاء مرة ثانية في ليلة تكريم الام الغالية الذي ربت فكان لها خير نتاج ان شاء الله، ونال الشرف الكبير ان الله عز وجل ان يقبض روح الام الغالية
في ليلة الجمعة، فقال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات في يوم الجمعة او ليلتها كتب له اجر شهيد ووقاه الله من فتنة القبر وعذابه. سائلين المولى العلي القدير ان تكون الام الغالية في رفقة سيدنا رسول الله في الجنة، انه ولي ذلك والقادر عليه. آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا صاحب الاداء المتميز حكما ونغما وصوتا، ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ حسن منصور، القارئ بالقنوات الفضائية والتلفزيون العربي، داعيا له بالتجلي والتوفيق، وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا ليتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله البينات، لينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا
كل شيء. الله 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 خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه 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 وتعالى عما يشركون.
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء
ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح أمواتنا وأموات المسلمين وإلى روح الراحلة الكريمة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم اغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم إنها نزلت بك ضيفة وأنت الكريم الذي لا يبخل على ضيفه، فأكرم اللهم نزلها ووسع مدخلها ونور لها قبرها يا رب العالمين. اللهم اجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها. اللهم اجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها. اللهم وفها جزاء الصابرين. اللهم وفها جزاء الصابرين. اللهم احشرها يا ربنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وألهم آلها الصبر والسلوان ببركة ما قرئ من القرآن وقراءة الفاتحة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت مع فضيلة القارئ الشيخ حسن منصور، القارئ بالقنوات الفضائية والتلفزيون العربي، القارئ والمقيم بكفر الشيخ عطية التابعة لمركز مدينة التل الكبير. كما اشكر السادة مقاولي اعمال الهندسة الصوتية والاذاعية ومن تقر للاذاعات الخارجية عبر المحافظات المعتمد البريطاني للصوتيات بمعرفة علم الصوتيات بجمهورية مصر العربية بمعرفة الحاج عزت حسن عليوة تحت اشراف المهندس محمد عزت والمقيم بالظاهرية مركز مدينة التل الكبير. وكما اشكر السادة مقاولي اعمال الفراشة والانارة في كل مكان ووحدة الديزل الكهربائية الحديثة المتنقلة
والمتميزة التي اقامتها لكم شركة توزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية بمعرفة الحاج احمد خضر وابنائه تحت اشراف المهندس محمود احمد خضر ومعاونيه المكب المنحر مركز ومدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية. كما اشكر السادة مكوني اعمال الضيافة الفندقية الحديثة المتنقلة والمتميزة اصحاب النفس الطويل والمزاج الجميل الذي بذلوا كل المجهودات المشرفة لتكون ليلة الحج ام محمد فقيدة عائلات ابو رحيل بهذه المنطقة الطيبة تكون في ابهى واجمل صورة تحت اشراف المتر محمد جمعة والمتر خلف المصري والمتر عصفور المقيمين بقرية تل ابو حامد التابعة لمركز ومدينة التل الكبير. هذا اللقاء التي تشاهدونه حصريا عبر المنتديات التي يتلفنا عبر الشبكة العنكبوتية بوحدة فيديو مهندس المهندسين المهندس علي داود المقيم بمركز ومدينة ابو سوير التابعة لمحافظة الاسماعيلية في ليلة تكريم الام الغالية الذي عاشت طيبة وماتت طيبة، عاشت بادبها وتواضعها وخلقها. هذه الام الغالية كانت تستعد الى زيارة بيت الله الحرام سائلين المولى العلي القدير ان تكون الام الغالية في رفقة سيدنا رسول الله في الجنة انه ولي ذلك والقادر عليه. في ليلة تكريم الام الغالية زوجة الحاج احمد ابو رحيل صاحب الادب والواجب في كل مكان وكل زمان، ومشاركة التكريم لابناء الام الغالية الاسطى محمود احمد رحيل والاستاذ محمود احمد رحيل، ومشاركة لابناء الحاج عبد الله ابو رحيل، ومشاركة للحاج جمعة ابو عبد الحميد صاحب الادب والواجب في كل مكان وكل زمان، ومشاركة لابناء ابو سلمان وعائلات ابو مبارك بمركز ومدينة فاقوس بالشرقية، ومشاركة للاسطى محمد احمد ابو رحيل في ليلة تكريم الام الغالية الذي ربت فكان لها خير نتاج ان شاء الله، سائلين المولى العلي القدير ان يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها انه ولي ذلك والقادر عليه. والى كل الاصهار والانساب والانجال والاشقاء وجميع الاسر والعائلات المرتبطة بصلتهم رب اسأل ان يجعلهم جميعا خير خلف لخير سلف انه ولي ذلك والقادر عليه. كما تتقدم عائلات ابو رحيل بهذه المنطقة الطيبة يتقدمون جميعا باسمى ايات الشكر والتقدير لكل من اتى ليؤدي واجب العزاء من جميع القيادات الشعبية والدينية والسياسية والتنفيذية على عموم قرى وضواحي مركز ومدينة التل الكبير وبعموم مركز ومدينة ابو حماد بمحافظة الشرقية. هذه الليلة القرآنية العريقة الذي تكتب بماء من الذهب وبحروف النور على مستوى محافظة الاسماعيلية ومحافظة الشرقية وبعموم قرية طل البعر التابعة لمركز ومدينة التل الكبير. كما تتقدم الاسرة الكريمة بخالص الشكر وجميل المواساة الى قرية طل البعر اصحاب الادب والواجب في كل مكان وكل زمان، والشكر موصول للسادة مدير العموم والسادة مدير الادارات والسادة عمد وشيوخ القرى الذين قد حرصوا جميعا لاداء واجب العزاء الى اسر وعائلات ابو رحيل بهذه المنطقة الطيبة. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وشكر الله سعيكم واحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم والبقاء والتمام لله. وقد جاءنا برقية عزاء الاسطى بلال ابو ماهر والحاج رأفت ابو حسيني اصحاب